السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد كله بركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا كده ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو انت أول مرة تزوروا قناتي، يا ريت فضلا منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وأي فيديو بنزله يوصل لكم بإذن الله. ما تنسيش تشجعني بلايك كبير. ونبدأ يومنا بنقول صباح الفل وصباح الخير، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية. النهاردة حبيبي، النهاردة كده معانا روتين. هنغسل على الغسالة العادية. الغسالة العادية انتوا عارفين طبعا ان هي غنية عن التعريف، بتنظف الهدوم ازاي. روتين صباحي ومسائي في نفس الوقت. آه، يوم ان شاء الله كله طاقة وبركة ونشاط. وهنشوف مع بعض هنغسل ازاي الغسالة العادية. الغسالة دي باختصار ما بتاخدش معانا مسحوق كتير، هو بس انا استخدمت كيس الاوكسي ده ب10 جنيه، وصابونة بيضة. هي بصراحة دي كانت اخر حتة عندي. وكمان استخدمت برسيل اللي هو الجل. ده بجيبه ساب من عند اي حد بتاع منظفات يكون موثوق منه. كده انا بفرز الهدوم. بحط الاول الابيض، ولو ما عندكيش ابيض كتير بتحط اللي هو الفواتح زي الاصفر والبامبي والهدوم النظيفة زي ما احنا شايفين كده. بطلع من الغسالة وبشطف. عندي البانيو مليان مية وبشطف في البانيو زي ما تشوفوا كده. حطيت كده الحطة التانية، وزي ما انتم شايفين هتشوفوا الغسيل بتاعها نظيف. بتطلع الهدوم فل شمعة منورة بصراحة يعني. زي ما انتم شايفين الابيض عندي منور بيضحك. وروتيننا طويل، هنعمل فيه اكل وهنعمل فيه غدا، وهنغسل شوية اطباق وشوية مواعين كده على الحوض. وكمان هنغسل المشايات بتوع الأرضية. هتشوفوا معانا روتين هو سهل وبسيط للأم اللي ده متعودة على الروتينات وعندها أولاد ومسؤولة من بيت. فالحاجة دي بالنسبة لها إن هي حاجة طبيعية، مش بتتعبها. النهاردة هنعمل غدانا بامية زي ما انتوا شايفين. أنا بعد ما قطعتها كده قرمت البامية وقطعتها وسلقتها وصفيتها، وهعمل معاكم الصلصة بتاعتها. هقطع بصلاية كده، احط شوية زيت ومعلقة سمنة، دي سمنة بلدي. وه- وهعمل معاكم كده البامية. هي بصراحة انا بحب البامية، هي اكلة جميلة جدا. لو وصلت معايا هنا لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. عيلتنا تكبر بيكم وليكم، ويقدم لكم كل يوم محتوى جديد. واشارككم يومي. بصوا يا حبايبي، انا عايزه اقول لكم على حاجه. اكبر خدمه ممكن حد يقدمها لكم انه يدلكم على مرضكم اللي هو ممكن يأذيكم، وانه يوصف لكم الدواء والطبيب، الطبيب الاعظم والعالم الاكبر بنفوس الناس، وهو المعلم صلى الله عليه وسلم. قال بدقة: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ إلا أن دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. عشان كده يا حبايبي بقول لكم، وبيقول لنا ان اساس الاذكار اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان اساس الاذكار هو الاستغفار، لانه بيعالج الدواء الاكبر عند البشر، وهو كثرة الذنوب. ونستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي
كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإن عليكم يوما كبيرا، فبالاستغفار تبقى معكم النعمة، وربنا يمتعكم بالنعمة اللي في ايديكم. فدايما يا حبايب قلبي انا بنصحكم ان دايما بالذات ستات البيوت ان هما وانتي واقفة على الحوض بتغسلي شوية المواعين تستغفري ربنا، تشغلي وقتك دايما بذكر الله. ما تبخليش على نفسك ان انتي لسانك يكون معطر بذكر الله. استغفري كتير، الاستغفار مفتاح الفرج. ودايما دايما تعودي نفسك على كده. الهي وقتك بالاستغفار وذكر الله، هتلاقي نفسك في راحة نفسية غير طبيعية، والله بجد هتلاقي نفسك في راحة يعني مش قادرة اوصفلك. يعني على الأقل مش هيخليكي تفكري في أي حاجة تزعلك أو تضايقك أو أي موقف حصل معاكي تفكري فيه. فدايما الاستغفار فعلا فعلا بغير الأقدار. فدايما نستغفر ربنا كتير. كده يا حبايبي نرجع بقى لروتيننا النهاردة. أنا كده غرفت البامية واتغدينا، وقمت كده غسلت المشايات دي بتاعت الأوض، بتاعت أوض الأطفال وأوضة الأطفال وأوضة النوم. كنت حاساهم بصراحة ان هم مش نضاف خالص، حتى هتشوفوا ان هم ما كانوش نضاف. انا نزلت كده بالفرشة بتاعت البلاط، وكان معايا اوكسي. حطيت شوية اوكسي كده، خمرتهم الاول في مية بحيث ان هم يعني لو فيهم اي بقعة اي حاجة تنزل على طول منهم. ونزلت بعد كده بالفرشة والاوكسي ومسكتهم اديتهم دعكة كويسة زي ما انتوا شايفين. هما كانوا مش نضاف خالص، هما ما كانش فيهم اي بقعة، هما كانوا بس التراب. وهشطفهم كده حبايبي وهوريكم التانية دي كانت فاتحة عنها كمان. انا غسلت 2 واتبقى ال2 دولي زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده يضغط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو انا بنزله. وان شاء الله لايكاتكم واشتراكاتكم في القناة هتشجعني ان انا انزل فيديوهات وان انا اعمل روتينات واتشجع. بصراحة انا ببقى مكسلة لان مفيش اي تفاعل على القناة ولا في اي اشتراكات. انا كنت عاملة قناة قبل كده بس حصل ظروف والتغت مني، فانا فاتحه القناه دي جديد وعايزاكم تشجعوني عشان تكون مصدر رزق ليا. وما تنسوش بقى الاشتراك واي تعليق منكم. انا بتقبل النقد وبتقبل اذا كان تعليق كويس او مش كويس. يا ريت تشاركوني يعني اي لايك او اي حاجه او اي تعليق منكم انا ما بزعلش خالص. وشاركوني رايكم. انا ممكن اكون انا مش واخده بالي من حاجه اعدلها، انا مش هزعل خالص. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو انا خلصت المشاية دي كمان، غسلتها كويس جدا وهشطفها معاكم. وكمان هنبقى نعمل خلطة كمان تبيض الفراغات اللي بين السيراميك. هي مش خلطة، انا هبقى اغسل الحمام كويس واجيب اسمنت ابيض واسقي بيه السيراميك، لان الاسمنت اللي كان متسقي بيه طلع كله. فانا ان شاء الله هجيب اسمنت ابيض واعمله حتى في الحيطان، يعني السيراميك بتاع الحيطان برضو عمل نفس الوضع مش الارضية بس.
والله المستعان. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل اللي فيه الصالح لبيتنا ولولادنا. وزي ما انتم شايفين دول الاتنين اللي غسلتهم وهنشرهم، كنا كده بالليل ونشرتهم اهم زي ما انتم شايفين كده. بصراحة الجو بيكون حر بالنهار فما بقدرش اعمل كل شغلي بالنهار. وجيت كده، ده كان تاني يوم. مسكت كده الأوضة دي بس اللي كانت مش نظيفة. هي كانت نظيفة وكل حاجة بس كانت متربة شوية. الركنة كان عليها يعني الأولاد كانوا مبهدلين المخدات وكده. فمسكت الركنة نفضتها كده عشان أظبط المخدات، ما ينفعش أظبطها كده على طول. فمسكت الركنة كده نفضتها ترفيدة سريعة كده، ورصيت الخداديات دي تاني. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد وروتين جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.